فيما مضى في التشبيه التمثيل قلنا في الإجابة سواء كان للمشبه أو المشبه به ببدأ بكلمة صورة، ببدأ بكلمة لكن في التشبيه الضمني ببدأ بكلمة حال. طيب اقرأ معي البيت الثاني. من يهن يسهل الهوان عليه، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه، ما لجرح بميت إيلامه. الإنسان اللي بيستسهل الهوان وبيستسلم له بسرعة ده كان زي الإنسان الميت أو الجثة الهامدة، إذا جرحوه أو قطعوا منه جزء أو طرف ما مأثر معه، لأنه أصلا ماله ميت فارغ الحياة. فالمشبه حال من يستسهل شنو؟ الهوان ويستسلم بسرعة كيف؟ شبه ليه بحال منه؟ لا يتبدل فيه الزول الميت لو جرحته متأثر إمام ما في إحساس ما في شعور. انتقل معي إلى الباب البيت الثالث. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الشخص الحاسد ده خليه أصلا إذا رددت الفعل أو اتضايقت منه كده خلاص انت معناه مستمتع، لكن لا، خلي الحسود ده النار براء اللي مع ماله بتاكل بعضها اذا ما لقت. فالحسود اذا ما تفاعلت معاه ما له يا جماعه متاثر ضايق شديد ما تتفاعل معه. المشبه حال الحسود الذي يهلك نفسه ويتاذى الا به ما يتفاعل شيء لما لقى زول يتفاعل معاه يتاثر الحسد ده. زي شنو يا جماعه؟ تاكل لم تجد ما تأكله. اقرا معي. كرم تبين في كلامك ماثلا، كرم تبين في كلامك ماثلا، ويبين عتق الخيل من اصواتها، ويبين عتق الخيل من أصواتها. علم السن من كلامه يدل على انه كريم. فحال الكلام حال شنو؟ اللي بيدل على الكرم زي الصوت، صوت شنو مع هو الصهيل بتاع الخيل بيدل على انه الخيل دي مالها؟ يعني الخيل دي اصيله. المشبه حال الكلام